الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الفراعنة. هو ابن الفرعون المحارب الملك سيتي الأول وابن الملكة تويا. اعتلى عرش مصر وهو شاب صغير في سن 25. كان عهده هو ثاني أطول فترة حكم في تاريخ مصر، ويعتبر المؤرخون هذا الفرعون أعظم وأشهر وأقوى فرعون في تاريخ مصر القديم. وبعد وفاته أطلق عليه خلفاؤه لقب الجد الأكبر. حارب الحيثيين والليبيين، ووضع استراتيجية للبناء الشامل. تزوج عددا كبيرا من النساء، أشهرهن هي الملكة الفاتنة نفرتاري، وأنجب عددا كبيرا من البنين والبنات، أشهرهم ابنه وولي عهده الملك مرنبتاح والأميرة ميريت آمون. حكم رمسيس الثاني مصر لمدة 66 عاما، وهو ثالث فراعنة الأسرة 19. لقبه القدماء بابن الآلهة الشمس. من أبرز ما شيد معبد أبو سمبل الكبير، والخاص بالملك رمسيس الثاني بمحافظة أسوان، وهو واحدا من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر. يضم موقع أبو سمبل معبدين، هما معبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الأول، الذي كرس للمعبودة حتحور والملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك. أطلق اسم أبو سمبل على هذا الموقع الرحالة السويسري يوهان لودفيج بودكهار، المعروف باسم إبراهيم بودكهار، الذي اكتشف الموقع عام 1813 حين اصطحبه إليه طفل اسمه أبو سمبل. وترجع أهمية المعبد إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الفرعون رمسيس الثاني مرتين في السنة، الأولى توافق ذكرى يوم ميلاده، والثانية توافق ذكرى يوم تتويجه.